هيقلي كده كل المنصات على السوشيال ميديا بتعمل فتة ولحمة وطبق أول يوم العيد، وأنا بعمل يا جماعة ضيافة العيد. احنا مش بنحب نفطر فتة ولحمة على الصبح، بنحب نفطر كده حاجة جنب كوباية شاي بلبن، وبعد كده بقى نتغدى الفتة واللحمة بتاعتنا. فتعالى أقول لكم أنا عاملة إيه نفطر بيه. بس قبل أي حاجة نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. بقى أي بولة عندك فيها كوباية من المية الدافية، وبعد كده معلقة ونص من السكر، وكيس من أي خميرة انت مجربوها قبل كده اشتغلي بيها على طول، مش مجربوها قبل كده سيبيها الاول تفور معاكي. وبعد كده حطي له نص كيلو من الدقيق، رشه من السمسم، رشه من الملح، واعجني لي بقى كل الكلام ده معاكي. هتلاقيه اللي هو محتاج ماده سايله. نص كوبايه من الزبده وتبداي تنزلي بيها على العجينه، او ممكن زبده على زيت يعني حسب متوفر عندك وحسب امكانياتك بقى. وتعجنيها كويس جدا يا جماعه. المقادير دي مظبوطه جدا. نص كيلو دقيق عليه نص كوبايه من الزبده، الكيلو دقيق عليه كوبايه من الزبده او زبده على زيت. اوكي، وتعجنيها كويس جدا لغايه ما العجينه كده مفيهاش اي تشقيقه معاكي خالص وطريه جدا. انا بقى كنت عامله عجوه بشويه زبده كده ومكوراهم على جنب، وبعد كده بدات ان انا اخد حته من العجينه واحط فيها العجوه بتاعتنا. والعجوه انا حاطه عليها بالظبط معلقتين من الزبده ورشه بسيطه من السمسم، وبعد كده ضربتها في الكاتش ماشين بتاعتي ورحت مكوراها كلها كده. تاخدي حته بقى من العجين تحطي فيها العجوه بتاعتنا وتكوريها وتديها تطبيقه كده خفيفه. بصي يا جماعه، سموه معمول، سموه ميني قرص بالعجوه، سموه زي ما تسموه، طعمه فظيع، طعمه حلو قوي. الله، بصوا النص كيلو دقيق ده طلع لي صينيه كبيره، وكمان طلع لي صاج الفرن بتاعي كله مليان. دخليهم بقى على درجه حراره متوسطه لغايه ما يطلع لك الجمال ده. بصي يا جماعه فظيع. انا مسمياه معمول من كتر ما هو طري جدا ومليان عجوه، فحلو قوي، جربوه. عندي بقى في علبه، واول ما حد يجي ببدا اديله الضيافه بتاعته جنب كوبايه شاي وبالف هنا. يا رب الوصفات تكون بتعجبكم، وبألف هنا وشفا. اشوفكم بخير فيديو جاي. سلام عليكم.